السلام عليكم. اهلا بيكم حبايبي في قناتي مطبخ ايمان. النهارده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل بدون قلي بدون زيت، وكمان هيطلع زي بتاع المطاعم بالظبط. وهنشوف ازاي البتنجان يطلع قلبه احمر زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، وكمان هنعرف ازاي نعمل كمية كبيرة ونقدر نحتفظ بيها مسافة طويلة بدون ما يبوظ مننا. ومعايا هنا 2 كيلو من البتنجان. اول حاجة لازم نغسله الاول، وبعد كده شلت البتنجان وحطيته في الحله اللي هسلقه فيها، ونزلت على البتنجان بالميه. وطبعا كل ما بزود الميه البتنجان عمال بيعلى لفوق، البتنجان بيعوم على الوش الميه من فوق، فبالتالي انا هحط له غطا حله يكون اقل في المقاس من الحله اللي انا هسلقه فيها عشان يغطس البتنجان لتحت. فدلوقتي انا هنزل الاول بمعلقه كبيره من الملح، وبعد كده هنزل بالغطا الصغير اللي هتقل بيه فوق البتنجان، وبعد كده الغطا الاساسي بتاع الحله اللي بنسلق فيها البتنجان، وبعد كده نعلي النار وعلى ما يتسلق نكون احنا جهزنا الدقه. ودلوقتي يا امارات انا ضفت شويه من الفلفل وعليهم قرنين كده من الشطه، وهضيف عليهم المكون اللي هيخلي البتنجان واخد شكل تاني خالص غير الطبيعي. هو قطعه من البنجر هنفرمها مع الخلطه بتاعه البتنجان، ومعانا كمان راس توم مقشرينها هنضيفها عليهم، وبعد كده نضرب بقى كل المكونات كده مع بعضها. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك. ودلوقتي بعد الخلطه ما اصبحت جاهزه معانا هنضيفها بقى في طبق كده، واضيف عليها البهارات، وانزل بمعلقه كبيره من الملح وشويه من الكمون وشويه من الكزبره، وبعد كده اقلب الخلطه مع البهارات وانزل بعصير ليمونتين، ونقلب بقى كله مع بعضه ونجيب البتنجان. ودلوقتي بعد البتنجان ما اتسلق شيلته من الميه اللي اتسلق فيها وحطيته في المصفى. ودلوقتي هبدا اشيل الاقماع اللي على الراس البتنجانه من فوق، بلاش تشيليها بالسكينه، بايدك كده وقشريها بس. ودلوقتي البتنجان جاهز معانا عشان نحشيه. دلوقتي بناخد البتنجانه بقى كده وبالمعلقه، لا هنحتاج سكينه ولا اي حاجه، بالمعلقه كده، وبنقوم عاملين فيها شق كده. بنفتح البتنجانه، شايفه القلب بتاعها ما شاء الله ابيض شاهق البياض ازاي، جميل جدا. وبنحشيها بالدقه بالخلطه اللي موجوده معانا. طبعا عشان احنا بنسلقه مقفول فما بيشربش ميه السليق، فبيفضل قلبه ابيض ما بيغمقش. بنحشي بقى كل البتنجان بالخلطه اللي موجوده معانا بنفس الطريقه دي، ونرصه في قلب الحاجه اللي احنا هنعينه فيها. وبعد ما خلصنا وحشينا البتنجان كله اتبقى معلقتين كده من الخلطه، انا هحطهم كده فوق البتنجان من على الوش، واجيب ليمونتين واعصرهم على وش البتنجان من فوق، وننزل كمان برشه من الخل ورشه من الزيت، واقفل على الحله بتاعتنا كده ونعينها في التلاجة. احنا بنعمل الخطوه ديت لما نكون عاملين نص كيلو او ربع كيلو، بنسيب البتنجان بنفس الطريقه كده. اما لو انت عامله مثلا 2 كيلو زي كده وهيفضل معانا حوالي اسبوع او اكتر، ففي الحاله دي هنعمل ايه؟ بنزل عليه بشويه ميه من الميه بتاعه السليق بتاعه البتنجان. طبعا هي عليها ملح فانا مش هضيف لها ملح، بس هزود مثلا ليمونتين كمان، وكمان حتتين 3 من البنجر هحطهم على الوش عشان يزود الحمار بتاع البتنجان. وتعنيه في التلاجة وبتطلعي منه على قد الاكل، بتحطيه بقى جنب الوجبات، على الفطار، على العشاء، على الغدا، زي ما بتحبي. هو مطلوب وفي نفس الوقت بيفتح النفس على الاكل، وجميل جدا وحاجة ممتازة واخده لون طبيعي. شوفي بقى البتنجان لما بنطلعه كده، بصي القلب بتاعه عامل معانا ازاي، واخد لون جميل جدا. احنا دلوقتي مش حاطين اي الوان صناعيه، اللي الشغل بتاعنا كله كده طبيعي في طبيعي. وقبل ما انسى يا امارات، البتنجان واحنا بنسلقه بعد ما بيغلي ب3 دقايق بتكشفي عليه، تبصي تلاقيه كده استوى، تطفي عليه. احنا مش عايزينه يستوي زياده عن اللازم، عشان طبعا انت لسه هتحطيه على الرف في التلاجة فيبقى متماسك معاكي ما يتهريش، فلازم تنزليه يكون كده ماسك نفسه، ما يكونش مهري في التسويه. وبألف هنا وشفا.